الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواتي الكرام، الإخوة الكرام، الأخوات الفضيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام نهار رمضان وقيام ليالي رمضان، اللهم آمين. ثم أما بعد، طبعا في البداية رمضان مبارك عليكم، وربنا رب يجعله كل خير وسعادة وسرور وهناء على أمة محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا طالع النهاردة يا جماعة عشان أقول لحضراتكم رسالة من القلب. طالع أقول لحضراتكم إن رمضان بينادي دلوقتي، وربنا سبحانه وتعالى بينادي دلوقتي بيقول يا باغي الخير أقبل. طالع أقول لحضراتكم إن رمضان فرصة لا تعوض وكنز لا يقدر. ترى أقول لحضراتكم إن الساعة أو الدقيقة اللي بتعدي في رمضان مش هتعرف تعوضها، غالية أوي 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 أوي. ترى أقول لحضراتكم إن المعصية في رمضان لها قدر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما الطاعة عظيمة عند ربنا ولها قدر كبير عند ربنا، أيضا المعصية والعياذ بالله لها قدر كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. إياك أن تعصي الإله في رمضان. طلع أقول لحضرتك أنا عاوز صيامك السنة دي يكون مختلف عن كل سنة. زي ما بتصلي ورا الإمام يقول لك صلي صلاة مودع، يعني كأن دي آخر صلاة هتصليها في حياتك. أنا عاوزك السنة دي صيامك يكون صيام مودع، يعني ما تجيش السنة دي وتسأل أو تمشي ورا الناس، أو يجي واحد يقول لك وللأسف ده في مسلسل جامد أوي جاي في رمضان السنة دي، خلي بالك وتابعه. وللأسف المسكين ما يعرفش إن كل ما حضرتك هتتفرج على المسلسل ده في ميزان سيئاته ليوم الدين. ما تجيش السنة دي واحد يقول لك ده رمزي السنة دي عامل مقالب خطيرة جدا، تابعه. ما تسمعش كلام الشيطان، والمسكين ما يعرفش ان كل ده في ميزان سيئاته، لان من سن سنة حسنة له اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة له وزرها وزر من عمل بها. بدل ما يجي يقول لك خلي بالك والله ده في مسجد في الحتة الفلانية في شيخ بسم الله ما شاء الله صوته طيب، تستريح تصلي وراه، تخشع وراه في الصلاة، تحس بجمال القرآن، تحس بجمال رمضان، يلا تعالى نروح نصلي يبقى في ميزان حسناته. بدل ما يقول لك ده في درس في الحتة الفلانية في مسجد فلاني للشيخ فلان، تعالى يلا نروح نحضره، يبقى يعينك على طاعة ربنا، ياخد بإيدك للجنة. فرصة في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فرصة في رمضان اللي انت تسارع إلى الله عز وجل. ربنا قال في القرآن وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فرصة اللي انت تسابق انت واخوك المسلم في الطاعة. ربنا قال في القرآن ففروا إلى الله. فرصة اللي انت تفر إلى ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة والبعد عن المعصية. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما فرض رمضان ما فرضش رمضان عشان حضرتك تقعد قدام التلفزيون وتتابع أو تتابع المسلسلات مسلسل ورا مسلسل ولا مسلسل، حلقة ورا حلقة ولا حلقة. ما تخليش المسلسلات تسلسلك وتقيدك عن الطاعة والتقرب لربنا سبحانه وتعالى في رمضان. الدقيقة في رمضان غالية، الساعة في رمضان غالية، اليوم في رمضان ما يتعوضش، اليوم في رمضان غالي جدا. ما تسمعش كلام الشيطان، احمد ربنا انت في نعمة اللي ربنا رد عليك، نعمة اللي ربنا كرمك وخليك تبقى عايش دلوقتي عشان تصوم رمضان، نعمة اللي ربنا من عليك وخليك عايش عشان تصلي التراويح، نعمة اللي ربنا من عليك اللي انت دلوقتي عايش. غيرك كان بيخطط
يا ترى هيعمل ايه في رمضان، يا ترى هيبقى نظامه ايه في رمضان. ولكن جاءته المنية، جاءته سكرة الموت. فانت في نعمة، احمد ربنا على النعمة ديت، احمد ربنا على النعمة دي واجتهد في الطاعة. احمد ربنا وقرب لربنا سبحانه وتعالى واشكره على نعمته اللي هو خلاك عايش، خلاك عايش. اغتنم الشهر ده. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إن في دهر أيامكم لنفحات ألا فتعرضوا لها. الناس انت رمضان السنة دي خليه مختلف. يعني ايه مختلف؟ اقعد مع نفسك كده، شوف انت السنة اللي فاتت كنت مقصر في ايه. انا السنة اللي فاتت انا كنت بصوم بس ما كنتش بحافظ على الصلاة. يبقى فرصة رمضان جه وخلاني اول حاجة، اول ثمرة اللي انا حافظ على الصلاة في المسجد. او تاني ثمرة اللي انا هحافظ على ورد القرآن كل يوم. أنا كنت بكسل أقرأ القرآن قبل رمضان، لا رمضان هيخليني أحافظ على ورد القرآن. ثالث ثمرة إن رمضان هيعلمني الصيام. أنا ما كنتش بصوم النوافل، لا رمضان هيخليني بعد كده إن أنا إن شاء الله أصوم النوافل. رمضان هيعلمني الصبر، واللي أنا أقذم غيظي، واللي أنا أتعلم الصبر في اللي أنا أصبر على طاعة ربنا واجتهد في الطاعة. الصبر لنا فابعد عن المعصية. الثمرة الخامسة إن أنا كنت بعمل ذنب معين أو حاجة معينة، ورمضان هيخليني أبطل الحاجة دي عشان خاطر أقرب لربنا سبحانه وتعالى وأعيش مع ربنا سبحانه وتعالى وأخلي ربنا يسامحني ويتوب عليا. رمضان فرصة يا جماعة اللي انت تغير حاجات كتير في حياتك. رمضان فرصة اللي انت تتغير من الوحش او من الاوحش الى الافضل او الى الاحسن. واذا كنت كويس قبل رمضان 60%، فرصة رمضان جالك عشان تبقى احسن من كده 70% او 80%. انا عاوزك وانت صايم تستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل عمل ابن آدم له، حينما قال رب العزة في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل يديك درجة الصيام ربنا سبحانه وتعالى. تخيل أن ربنا شايفك ولله المثل الأعلى. لو عرفت أن مديرك في الشغل هيعدي عليك هتبقى شغال وعامل إزاي؟ طب ده عبد زيك، طب ما هو أولى العبد ولا رب العباد؟ صفقة يا ترى انت هتطلع منها كسبان ولا هتطلع خسران؟ ما تندمش اجتهد في الطاعة. انت ما تعرفش السنة الجاية تبقى فين. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام ما فرضش الصيام عشان حضرتك تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة إلى ما غير ذلك. لا، لو كان صيامك كده يبقى راجع نفسك، راجع حساباتك مع ربنا. لو ده الصيام بالنسبة لك الصيام اللي ربنا عاوزه قاله في القرآن، أو ربنا سبحانه وتعالى فرض أو قال الغاية من الصيام إيه هي؟ قال جل وعلا، اسمع وركز معايا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات
معدودات. خلي بالك يا أيها الذين آمنوا لعلكم تتقون. يبقى الهدف الأساسي من الصيام إن ربنا يربي فيك معنى مهم قوي، معنى جليل قوي، معنى في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة لو انت ما تعلمتوش في رمضان، اللي هو تقوى الله عز وجل. يعني ايه تقوى الله؟ أن يجدك المولى سبحانه وتعالى في طاعته فيما أمرك، وألا يجدك فيما نهاك. معنى تقوى الله الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هو ربنا فرض الصيام عشان كده يرب فيك تقوى الله، يرب فيك مراقبة الله، يرب فيك الخشية من الله سبحانه وتعالى. وتذكر دائما ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا جماعة رمضان فرصة، شهر في السنة اجتهد فيه في الطاعة. إذا كنت بتكسل تصلي التراويح تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صلى خلف الإمام حتى ينتهي كتبت له قيام ليلة. إذا كنت بتكسل أن أنت تصلي التراويح تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي يتقدم وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تذكر إن النافلة في رمضان بتحسب لك حساب الفرض أو جزاء الفرض. اخواتي في الله، والله هذه رسالة من القلب إليكم. اخواتي في الله، والله حبا في الله ثم حبا في الله ثم فيكم، دي تذكرة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكرة لي ولك. دي يعني رسالة محب يتمنى الخير للجميع في رمضان. بالله عليك ما تخليش الشهر ده يمر عليك مر الكرام. اجتهد في الطاعة، قرب لربنا سبحانه وتعالى دايما. بعد كل فرض اعمل زي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دايما اشغل نفسك في رمضان ده بالاستغفار، بالطاعة. ما تعديش ثانية إلا وانت ذاكر لله، يا إما مستغفر، يا إما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما بتقول ذكر من الأذكار، يا إما تقرأ القرآن، تتدبر كتاب الله. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص. هذا والله ورسوله أعلم، وجزاكم الله خيرا. حبايبي الكرام، يعني لا تنسوا يعني تدعمونا بالشير الجميل وباللايك الجميل، وتشتركوا معنا في القناة. ويا ريت الفيديو ده يعني تنشروه على أكبر مستوى، لعل سبحان الله واحد يسمع الفيديو ده ربنا يهديه بسببك، يكون في ميزان حسناتك، محدش عارف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك.